السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سواء كنت راجل أو امرأة عندك التهابات في المسالك البولية، عندك حريق البول داخل خارج الحمام، إن شاء الله اليوم غادي نهنيك من هذا المشكل هذا. اليوم إن شاء الله بمكونات سهلة وبسيطة متواجدة غير عند العطار أو في المنزل ديالك، غادي تهنى من هذه المشاكل هذه وغدير لافاج النبولة، يعني النبولة تولي دوبل في بإذن الله. تابعونا على القناة وتبع الفيديو من الأول حتى الأخير، وما تنساش نشر الفيديو باش تعم الفائدة باذن الله. تبعوني باش نعرفوا المكونات باذن الله. بسم الله وعلى بركه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المكون الاول هو عرق السوس، عندنا الكركدين، القرفه، قرنفل، والليمون المجفف. الليمون المجفف علاش استعملت انا الليمون المجفف؟ حيت فيه فوائد كثيره، يعني ما عندكش هذا تقدر تستعمل الليمون الحامض العادي، يعني دير مرصويات. كناخذوا باذن الله بسم الله وعلى بركه الله هاد المكونات اللي قلنا. كناخذوا القرفه، كنستعملوا واحد الكميه محدوده على حساب باش نديروا الشاي ديال الاعشاب. كناخذوا القرنفل، كنهزها بيدي على هذا الشكل. كناخذوا من بعد ما ضفنا الكركدين كنضيفوا عرق السوس. كنضيفوا عرق السوس، كنضيفوا عليه الماء الدافئ او الساخن او الماء البارد اللي بغيتو نتوما. كنحطوه على نار مهيله لمده ديال 10 دقائق حتى كنحصلوا على الشاي ديال الاعشاب على هذا الشكل. من بعد ما كيوجدوا الشاي ديال الاعشاب كيصير على هذا الشكل، كناخذوه كنشربوه 2 مرات في الاسبوع بعد الاكل. يعني مثلا شربناه الاثنين مور الفطور، مور الغداء، ومور العشاء. جلسوا الثلاث الاربع كنشربوه الخميس، يعني عيد 2 مرات في الاسبوع، يعني الخميس عاوتاني مور الفطور، مور الغداء، ومور العشاء. تيهنينا من التهابات المسالك البوليه والحريق ديال البول، وتنظم مستوى السكر في الدم، وتنظف النبوله بصفه نهائيه. هذا راه مشروب خطير وخطير جدا، استعملوه ودعيوا معايا. ما تنساوناش من الدعاء، والدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.